انت كمان تقدر تخلي سكرك التراكمي ما يزيدش عن 6، يا سيدي 6.5. ازاي؟ شوفوا الفيديو لاخره عشان تعرفوا ايه الخطوات المتبعة. مهم جدا نعرف اصلا ايه اهمية السكر التراكمي. اهمية السكر التراكمي انه تحليل واحد بيبين سكرك خلال اخر 3 شهور كان عامل ايه، كنت في النطاق ولا لا، كنت محافظ على سكرك ولا لا. اهميته كمان بتيجي ان هو بيدينا دلالة واضحة جدا اذا كان هيجيلنا مضاعفات او مش هيجيلنا مضاعفات. السكر التراكمي بيبين اذا كنت انت في اخر 3 شهور كل يوم سكرك كان مظبوط، الغالبية العظمى من يومك ومن الشهر كان سكرك عامل ايه، ما كانش فيه هبوط كتير وما كانش فيه علو كتير. انتم ملاحظين ان انا ما بقولش ارقام، لان الحالات بتفرق، الاشخاص بتفرق، كل فرد فينا بصمة. اهم حاجة ان السكر التراكمي ما يقلش عن 6، 6.5، ولا يزيد عن 7، 7.5. وعشان تبقوا عارفين انا بستخدم نظام اسمه ال MDI Multiple Daily Injections، يعني كل يوم بشكل متكرر باخد حقن، باخد انسولين، مش بعتمد على المضخة. بس ما اقدرش اعيش من غير مراقب سكري سواء بالسنسور او الجلايكوميد. ايه بقى الخطوات يا ايمان يا مسكرة؟ انتي توهتينا. ولا توه ولا اي حاجة، الموضوع محتاج شوية شرح. روح اتفرج على الفيديو كامل على قناة اليوتيوب، وما تنساش تعمل سبسكرايب يعني تشترك في القناة عشان يجيلك كل جديد اول باول. اول حاجة ومن اهم الحاجات اللي من ابو بلاش كده وناس كتير جدا بتنساها، شرب المية. انت محتاج على طول تشرب مية كتير وتتجنب تماما الديهايدريشن. انت مش لازم تحس بالديهايدريشن، بس جسمك يبقى بيعاني منه. وكل ما تشرب مية كل ما تساعد جسمك اكتر انه يفعل الانسولين في جسمك، وانه يتخلص من اي دهون زايدة او من اي اكل مش مطلوب اثره على السكر. شرب المية بكثرة، استهلاكك للبروتين. على فكرة انت مش لازم تبقى بتتبع لو كارب في نظامك الصحي او في نظام اكلك، بس مهم انك تبقى بتستهلك بروتين بشكل يومي فيما يتوافق مع جسمك، لان الجسم ووزنه ونشاطه بيفرق من احتياج الاخر واحتياجي اكيد. يعني انا ممكن استهلك وابقى محتاجة مثلا 100 جرام بروتين، غيري ممكن يبقى محتاج 200 جرام بروتين. ليه بقى البروتين مهم؟ مش بس البروتين، البروتين والالياف. واهم من قد ايه انت هتاكلهم امتى. ببساطه شديده ترتيب الاكل. نيجي كده بالراحه واحده واحده. البروتين والالياف بشكل عام الكارب فيهم قليل جدا، فانت لما تبدا بيهم الوجبه انت كانك بتبطن معدتك، بتخلي الجسم يستهلك نسبة أقل من الكارب. حتى لو هتاكل كارب بس تبقى بتاكله بعد البروتين والألياف. تخيل كده معايا، انت لو بتاكل الكارب على طول، بتاكل طبق الرز او بتاكل طبق المكرونة، على طول جسمك هيستجيب وهيطلع السكر فجأة ومرة واحدة. لكن لو اكلت بروتين او الياف، الرايز دي او طلوع السكر الشديد ده هيقل، هيفلاتن، هيبقى الكيرف بدل ما هو طالع كده هيطلع برضو، بس هيطلع كده اهو، فيقابل نسبة السكر والجرعة بتاعتك اللي انت واخدها. فبالتالي ما تعتمدش كتير على الانسولين، وجسمك فعلا يبقى بياخد الفايدة مش بياخد كارب بس. اسمعوا النصيحة الجاية دي لأنها مرتبطة بأكل البروتين. ايه بقى بيأثر على السكر التراكمي كمان أكل البروتين بشكل أساسي؟ الرياضة. والله الرياضة يا سيدي، مش لازم رياضة، حركة، أي حركة. للمرة العشرة الحركة. ليه بقى؟ لأن انت لما بتتحرك انت بتساعد جسمك على انه يشغل الانسولين احسن. ببساطة شديدة لان الرياضة بتساعد على حرق الطاقة، بتساعد على حرق الاكل، على عملية الايض اللي هي حرق الاكل، اللي هو اصلا العملية اللي بيعملها الانسولين. فانت كده بتقلل اعتمادك على الانسولين، وفي نفس الوقت بتاكل بروتين اللي بيبني العضلات، فكأنك بتبني عضلات وبتتحرك في موتور في جسمك عمال يحرق الاكل، يحرق الاكل فتقلل استخدام الانسولين، يحرق اكل وتاكل وتاكل وبتشبع، بقلل احتياجك من الانسولين. بس ثانية، تاكل اكل صحي. حاجة مهمة جدا، وقت النوم. وقت النوم ده احنا بنسميه فري اورز، لان هو 7-8 ساعات. لو انت عرفت تنام مظبوط وتصحى مظبوط يبقى انت كده مقضي وقت كبير من اليوم في النطاق محافظ على سكرك
وده هينعكس بشكل كبير جدا على السكر التراكمي. فاحرص دايما انك تنام مظبوط وعارف انك هتصحى مظبوط. 7-8 ساعات هيفرقوا جدا في السكر التراكمي، لان انت ربع اليوم تقريبا سكرك مظبوط. اخر حاجة ومن الحاجات اللي انا تضررت منها بشكل اساسي اني كنت بحرم نفسي من الاكل عشان افضل محافظة على سكري، ودي حاجة مش مطلوبة بالمرة، بالعكس ممكن تؤدي ان انت تحس بالحرمان وتاكل فوق طاقتك. التعايش مع السكر يتطلب منك وعي وثقافة. يعني من الاخر، والنصيحة اللي عايزة اقولها لكم انك لازم تتعلم حاجة اسمها بولس، يعني تعرف تحسب الكارب والجرعة اللي هتغطي الكارب اللي انت هتاكله ده، وتجنب انك تعيش في حرمان. انت لازم تتعلم السكيلز دي، لازم تتعلم ويبقى معاك الادوات دي وتعتمد على نفسك وما تحرمش نفسك.